وجوده قنبله موقوته في نادي الزمالك. هنا ليا تعليق على محمد صبحي، انت ليه بتاخر الكوره وانت اصلا ما بتعرفش تلعب برجلك؟ يعني انت بتاخرها وبعد كده يا تزنق يا اما تشوطها شلوت. طب ما من الاول كنت متوقع ان انت هتغلط. وجماهير الزمالك كل كرة بترجع لك بيحط ايدهم على قلبهم بسبب ان انت بتتعالى على الكرة وانت ما بتعرفش تلعب برجلك، يا اما في الاوت يا اما بتديها للفرقة التانية شلوط. يعني بصراحة فانت لما تجيلك اخلص وخلص نفسك. نفس الكلام حسام عبد المجيد، يا حسام انت امكانياتك على قدك ومصر برضو ان انت عايز تعمل زي الونش، تاخدها على الشمال وتعملها وتتقطع وتبطئ الكوره، وبعدين لما تتزنق تقوم جاي عاملها لصبحي، وانتوا الاثنين اصلا ما بتعرفوش تلعبوا بالنسبه للكوره، لما بترجع لك ما بتعرفوش تتصرفوا فيها انت ومحمد صبحي. فيا ريت يعني النهارده لقينا الراجل منزل صلاح مصدق في الاخر. طب ما يبدا هو والونش. وعندك انا شايف لو انت لعبت المهدي سليمان احسن من محمد صبحي. ناس بقى كتير وكان نفسي ان هو يتباع لبيراميدز بال2 مليون دولار ده، وكنت جبت بقى فكيت ازمه القيد الفتره اللي جايه دي، او كنت جبت 2 كمان لعيبه 3 4 لعيبه سواء مصريين او من الخارج يعني.